ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو اللي هتكلم فيه دلوقتي هيكون فيديو توعوي عن المخاطر بتاعه ان احنا نتكلم مع شات جي بي تي as a therapist. في ناس انا شفتهم اتكلموا بشكل جميل واتكلموا عن ابحاث. انا هتكلم عن حالة عملية قابلتني وانا بشتغل في الجلسات، وانا استأذنتها ان احنا نتكلم في الموضوع ده او ان انا اعمل فيديو عن الموضوع ده من غير ما اذكر اسماء او اي حاجة طبعا، علشان الناس تفهم ان ده خطر. الشات جي بي تي عمل ايه مع بنوتتنا الجميلة بقى؟ البنوتة كان عندها وسواس او بتقلق من انها ممكن في وقت من الاوقات تموت. الموضوع تطور معاها بقى مرتبط بالاكل او مرتبط بالطعام نتيجة موقف حصل ليها. فبقى هي دخلت سألت شات جي بي تي المفروض تاكل كل قد ايه، والمفروض تاكل وجبات شكلها قد ايه علشان تقدر تحمي نفسها من انها تموت او انها يجي لها اغماءات او اي حاجة من هذا القبيل. شات جي بي تي فهمها، وده على لسانها وانا بنقله بامانة، ان كل 3 ساعات هي ضروري تاكل وجبة كاملة، مش حتى سناك. والوجبات الكاملة دي هي اللي هتساعدها انها تبقى صحة كويسة، وهتبقى احسن وما تتعرضش لإغماءات ولا اي حاجة من الكلام ده. كمان لما كانت بتقوله مثلا انا اكلت ساندوتش جبنة، هل ده تمام؟ لا، مش كفاية، مش ده اللي هيخليكي تمام، مش ده اللي هيخليكي تبقي كويسة وما تتعرضيش لانك يغمى عليكي. لا، انت محتاجة تزودي اكتر، لدرجة ان البنت بقت بتبقى موجودة قدامها سندوتشات كتير او اكل كتير، مخزنة اكل كتير في التلاجة، ظابطة تايمر على التليفون انها كل 3 ساعات لازم يبقى فيه تايمر علشان يفكرني. لو الوقت عدى عن ال3 ساعات شوية صغيرة هي بتبقى بانكد جدا انها ممكن يحصل لها اغماء، او ممكن مش هتسرفايف خالص. ده نتيجة لإيه؟ نتيجة لإن هي كانت بتسأله وهو كان بيجاوب الإجابات اللي تدعم الوضع اللي هي فيه. هو مش بيتعامل معانا بشكل محايد قد ما هو بيبقى مبرمج إن هو يدعم الحاجة اللي انت ماشي فيها. انت سكتك قلقان من الموضوع ده، ده حاجة مقلقة فعلا، وهكذا. النتيجة بتاعت كده ايه؟ ان البنت بقى عندها تعطيل، لا قادرة تروح كليتها ولا قادرة تخرج مع اصحابها، هي ماشية بالتايمر. احنا بنشتغل تعديل افكار، وبنشتغل جدلي، وبنشتغل تمرين تعقل، بنشتغل كل حاجة وان شاء الله هنمشي الدنيا. لكن من ضمن التعديلات ان احنا اتكلمنا على الشات جي بي تي. الشات جي بي تي يا جماعة مش ثيرابيست، مش ده اللي هيعالجنا، مش ده اللي هيدينا نصايح نفسية تماما. فأرجوكم يا جماعة لو سمحتوا نتحرى الدقة شوية في التعامل مع الأدوات بتاعة ال AI، لأن الموضوع مش سهل ومش هين ومش هزار. وسبق قبل كده والشات جي بي تي فعلا اتعامل مع ولد ان هو اداله تولز متنوعة عشان ينتحر بيها، يعني نتيجة للظروف النفسية اللي كان بيمر بيها، وكان بيفضفض مع الشات جي بي تي. ده مش حل ومش معالج، وما ينفعش نلجأ ليه يا جماعة، علشان العواقب بتاعة الموضوع صعبة جدا يعني، وعلى مستويات عدة. وانا بتكلم على مثال عملي انا شفته، وده على لسان البنوتة، ده الكلام ده على لسانها. تدوموا بخير يا رب، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.